ومعنا من القاهرة الداعية الإسلامي عمرو خالد. مرحبا بك شيخ عمرو. يعني في البداية سمعنا إلى شيخ الأزهر وأيضا مناشدات شيخ الأزهر للتهدئة، وأيضا رأينا ما حدث من قبل الإخوان. برأيك ما تفسيرك، وأيضا كيف ترى وتقيم الأحداث الواقعة في مصر الآن؟ أخي العزيز، أولا أنا بتكلم بعيدا عن الشأن السياسي، أنا بتكلم بصفتي داعية إسلامي، لم أخوض في العمل السياسي، لكن أنا عندي رسائل إذن لي أن أوجهها للمصريين العاديين. بكلم ستات البيوت، بكلم الأطفال، بكلم الشيوخ، بكلم الموظفين العاديين. الرسالة الأولى اللي أنا عايز أقولها إن حرمة دور العبادة، حرمة المساجد، حرمة الكنائس وحقها أمر منهي عنه بنص القرآن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. خطورة هذا الأمر دي نقطة عايز أقولها. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها، عايز أقول قول الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا مصريين، معلش المصاب كبير، لكن الأمل بكرة، الأمل إنها محفوظة، والأمل يخلينا ما نيأس، ويخلينا ما نقولش خلاص مفيش فايدة والناس تقول أنا هنسيب البلد. أبدا، هذا مش صحيح. ربنا وعد إن كل عسر لابد يعقبه يسر، سيجعل الله. أنا بطمن الناس وبطمن إخواننا في المملكة وفي كل حتة، سيكون مصر إن شاء الله المستقبل بخير. ذنب الرسالة الثالثة اللي أنا عايز أقولها، إن كلمة القصاص جت في القرآن 4 مرات، بينما كلمة العفو جت في القرآن 45 مرة. هل ممكن أن تتسع صدورنا بالإحصائية البسيطة اللي أنا ذكرتها لك دي أن نلم شملنا؟ هل نزلنا قادرين على سعة الصدر لجمع الشمل وإيقاف كل ما يحدث؟ النقطة الخامسة اللي أنا عايز أقوله لك، خطورة التكفير، خطورة أن نكفر الناس اللي الله سبحانه وتعالى يعني جعل أنك تدخل في هذه الدائرة أمر شديد الخطورة، محدش يتعرض له بهذه البساطة، فليبعد المصريين عن الدخول في هذا الأمر. طيب شيخ عمرو، يعني لن أتحدث معك عن السياسة، ولكن سأتحدث عن الأزهر بشكل عام، كونه هو المرجع الديني للدين الإسلام. أريد أن أسألك في البداية، يعني بعد تجديد الدعوة وأيضا يعني لم يلقى ذلك القبول لدى الإخوان، برأيك هل تتفق مع من يقول بأن هيبة الأزهر يعني انخفضت في وقت حكم الإخوان؟ وإذا كان هذا صحيح، يعني كيف نستطيع أن نعيد هيبة الأزهر من جديد؟ أولا أنا مش موافق مع حضرتك على كلمة نعيد هيبة الأزهر. الأزهر حامي الوسطية عبر قرون، أنا مش بتكلم معاك على السنة اللي فاتت، أنا بتكلم معاك عبر قرون. حامي الوسطية هو الأزهر، والأزهر أول واستمر من يدعو إلى الحوار عبر، مش فترة السنة اللي فاتت، عبر السنوات الماضية. الأزهر دعا للحوار مرات ومرات ومرات. وإذن لي إن أنا كنت أقول في كل مكان أن الحل هو التعايش، الحل هو الحوار. مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو التعايش، ومصر مستقبلها هيكون في منتهى الخطورة إذا لم نقبل بفكرة التعايش. نعم. الداعية الإسلامي عمرو خالد حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.